عندنا فقرة لطيفة قوي النهاردة خدناها من الصحف، اسمها فقرة صحة مبارك. كنا اتكلمنا عليها امبارح، بس واخدين كده من كل الصحف حاجة معينة أو فقرة معينة أو سطور معينة أو سطور خاصة بصحة الرئيس مبارك، الرئيس السابق. كانت زميلتنا رباب فارس بتقول في التحرير، أو نزل النهاردة في التحرير بألمها إن مبارك لا يتحرك، وفي عينة من إفرازات المخ وتحليل مزرعة لتحديد نوع الفيروس، والأطباء بيقولوا أو الأطباء ما حددتش. زميلتنا رباب فارس هم مين الأطباء، يعني تخصصهم إيه؟ بيقولوا إن إصابة المخ بفيروس تؤدي إلى العمى والشلل وجلطة. لكن زميلنا دندراوي الهواري بيقول النهارده أيضا في اليوم السابع وفي نفس السكة، وبينقل على المصادر الطبية أن مبارك بين الحياة والموت. وبيقول الخبر أن الأطباء المعالجون بيعملوا محاولات لتفادي الأزمة الصحية التي تعصف بالرئيس منذ أيام.